الخشمونيوم يعني الفخامة، يعني المتانة، يعني الجودة، يعني الذوق العالي والراقي. تعال افرجك بقى على المطبخ الخشمونيوم اللي اتعمل النهارده ده مقابل بيلت ان. بص الشياكة والفخامة عاملة ازاي، بص المطبخ وتناسقه وجماله وحلاوته. ما شاء الله، اللهم بارك لاصحابه يا رب. بص كمان معمول حساب البوتاجاز جنب الغاز بالظبط، والرخام كمان اللي ده كله كان رخام قديم على المطبخ الاولاني. للاسف الفيديو بتاعه مش معايا عشان اوريكم كان الرخام والمطبخ عامل ازاي. بص بقى كمان عملنا المطبقيه الهيدروليك اللي بتنزل لتحت علشان ما تتعبش ست البيت لحد عندها تنزل وتطلع تاني بكل سلاسه. يقفل الضرفة وتفتح بكل سلاسة وسهولة. فالصالات كلها سوفت كلوز، كل حاجة معمول حسابها. ترولي اللي من نفس الخامة معمول جنب البوتاجاز. ضرفتين الحوض. شايف المقبض البلت ان ده، شايف المقبض البلت ان ده شاء بفضل الله اول ناس تعمله في المطابخ الالوميتال. المطبخ البلت ان بنفس الشكل ده. ده على فكرة مقبض منفصل مش مقبض لاتش في الضرفة. بص فخامة الضرفة وشياكتها وقفلها السوفت كلوز. كمان عاملين دولاب مقشات جنب التلاجة، علق مقشاتك حط وأدوات النظافة بتاعتك وحط فوق في الضرفة الصغيرة. بص العمود معمول حسابه ازاي، وبص كمان الشياكة في الفتح والقفل والتناسق بتاع المطبخ. وادي كمان بص وحدات تخزين بقى عامله ازاي. بص على وحدات التخزين ومساحتها، خزن براحتك حدث ولا حرج يا باشا. كده بص كده المطبخ لسه هيتفرش بفضل الله، ولكن انت شايف الجمال والشياكه عامله ازاي. بص دي كلها وحدات تخزين. مطبخ يعتبر ضيق شمال ويمين، معمول على حتتين بس، ولكن احنا بفضل الله استغلنا كل جزء. والدرج الكبير اللي بنعمله للسمنه والبرطمانات الكبيره. بص دي كلها وحدات تخزين معايا في المطبخ. وكمان ما نقدرش ننسى التربو بتاع الخضار، بصل توم توابل، الحاجات اللي بتحتاج تهوية لازم نعمل حسابها معانا في كل مطبخ. زي ما انت شايف المطبخ شياكة ولا اروع. بص بقى التركاية اللي عملناها في دخلة المطبخ دي، عملنا هنا وحدة تخزين كبيرة جدا. وكمان السخان المخفي، السخان ده كان شكله وحش جدا قبل ما نعمل المطبخ. بفضل الله دارينا كل حاجة فوق التلاجات تخزين. واسيبك بقى تتفرج على العظمه دي والشياكه دي براحتك. سلام.